قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولذلك سبحان الله إذا تأملت في القرآن 604 أوجه لا تجد أن الله وصف شيئا بأنه شفاء سوى اثنين كما ذكر ذلك ابن القيم. أما أولهما فهو كتاب الله شفاء لما في الصدور. تأمل ما قال الله دواء، لأن أخذك للدواء قد ينفع وقد لا ينفع، أما الشفاء فهو نافع دوما. ولذلك وصف الله القرآن بأنه شفاء ولم يصفه بأنه دواء. القرآن شفاء لأمراض القلوب، شهواتها وشبهاتها وأحزانها وهمومها وشكوكها وريبها. الأمر الثاني أن الله وصف القرآن بأنه نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. من أخذ القرآن أخذ النور، أنار الله قلبه، أنار الله حياته، أنار الله بصيرته، أنار الله صدره، أصبح النور يكسوه في كل لحظة وحين. بل من أخذ القرآن فقد أخذ البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فإن القرآن كله بركات. ولذلك سبحان الله قال بعض أهل العلم لما اشتغلنا بالقرآن غمرتنا الخيرات أو غمرتنا البركات. القرآن كتاب كريم، وإنه لكتاب كريم، فهو يعطي من الخيرات والبركات ما لا يخطر في بال مسلم. القرآن سلمك الله كتاب هدى ورحمة، وكتاب ضياء، وكتاب شفاء، وكتاب نور. حينما تتأمل في أوصاف القرآن تعلم أن ما بين يديك من هذا الكتاب كتاب عظيم. قال الحسن أنزل الله من الكتب 104، وذكر هذا أيضا أبو العباس بن تيمية رحمه الله. كل معاني هذه 104 كل معاني هذه 104 التي أنزلها الله جل وعلا في هذه الكتب وجدت في كتاب الله. وكل معاني القرآن وجدت في سورة الفاتحة، وكل معاني الفاتحة وجدت في إياك نعبد وإياك نستعين. من اشتغل بالقرآن فقد اشتغل بالخير كله.